السلام عليكم احبابنا طلاب الغاليين. احنا محتارين ليه لما يطلب مننا ان احنا نكتب باراجراف او ايساي، فقره او مقال. الموضوع بسيط جدا، تعال ناخد مثال ونطبق عليه جميع الامثله التانيه. لما يطلب منك مثلا تكتب عن مكان زرته، يا ترى هتكتبه ازاي؟ ناخد بالنا من تكوين المقال او الفقره. طبعا لازم تتكون من 3 حاجات رئيسيه. اول جمله، الجمله الاساسيه، الجمله المفتاحيه اللي اسمها توبيك سنتنس، يعني اللي يقراها او يسمعها هيفهم انت هتتكلم بعد كده عن ايه. يعني مثلا بتتكلم عن مكان زرته، وليكن هنقول مثلا اول جمله لا يمكنني ان انسى اول مره زرت فيها الاسكندريه، وهكذا. يبقى انا الجمله الاساسيه، الجمله الاولانيه هي الجمله اللي هتخلي القارئ او السامع او اللي انت بتكلمه هيفهم انت هتتكلم بعد كده عن ايه. طب ايه المطلوب بعد كده؟ حاجه اسمها البادي بقى، او الديتيلز، التفاصيل. انا خلاص هبتدي اتكلم عن زيارتي الاسكندريه، زيارتي الاهرامات، كده زيارتي لمكان معين. فهبتدي اتكلم لو انا طبعا رحت المكان ده في يوم واحد، هبتدي اتكلم عن تسلسل الاحداث بالتتابع الزمني. يعني وليكن مثلا في الصباح ذهبنا الى كذا وكذا وكذا، وتناولنا كذا وعملنا كذا، بعد الظهر كذا كذا كذا، في نهايه اليوم عملنا كذا كذا. طب لو انا بتكلم عن زياره مثلا افتراضا الاسكندريه وقعدت فيها كام يوم، يبقى انا هكتب في اليوم الاول عملنا كذا، كلنا كذا، لعبت بكذا، سمعت كذا، كده. اليوم الثاني احداثه، اليوم الثالث احداثه برضه، وفي الاخر في النهايه كانت زيارتي للاسكندريه لا تنسى، او يا لها من زياره جميله اتمنى ان تتكرر ثانيه. في العام القادم أنا متشوق أن أزور الإسكندرية مرة أخرى، وهكذا. بنلخص تاني، أول جملة لازم يبقى فيها الكلمات المفتاحية اللي في العنوان، لازم أقول المكان اللي أنا رحته، ولازم أستخدم كلمة زرته أو زيارة. وفي آخر حاجة لازم بقفل المقال بتاعي بنفس الفكرة اللي فوق، اللي هو برضو بتكلم على زيارتي للمكان ده وبدي انطباعي او احساسي، طبعا اللي اكيد مكان جميل واحساس جميل والكلام ده. وفي النص انا كنت بدي التفاصيل او بشرح وبفهم وبعرف اللي قدامي ايه اللي حصل في الزياره بتاعتي. طبعا يعني في الغالب يعني الناس بتكتب عن زياره سعيده يعني، الا بقى اللي عايز يكتب عن زياره حزينه وزياره تعيسه ومتشائم ومش عارف ايه والكلام ده كله، براحته برضه، مفيش مشكله. بس يعني ايه، خليك متفائل احلى. والسلام عليكم.